داهمت فرقة خاصة تابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بطنجة، إحدى المنازل بحي البرانس، على خلفية التحقيقات الجارية بخصوص عملية تهريب شحنة من الحشيش بمنطقة طالع العقبة بالقصر الصغير نواحي طنجة. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد رصدت أجهزة الرادار طائرة مروحية اخترقت الأجواء المغربية دون الحصول على التراخيص اللازمة، حيث يشتبه في نقلها شحنة من الحشيش من منطقة طالع العقبة بالقصر الصغير قبل أن تتجه صوب الأجواء الإسبانية. وأفادت مصادرنا أن فرقة الدرك الملكي قامت بمداهمة منزل متواجد بحي البرانس، وتمكنت من توقيف أحد المشتبه فيهم مرتبط بشاحنة يرجح أنها نقلت المخدرات تم رصدها في المنطقة التي أقلعت منها الطائرة بالقصر الصغير، حيث يجري التحقيق معه. هذا وتتواصل التحقيقات في هذه القضية للوصول لكافة المتورطين، فضلاً عن الكشف عن كافة امتدادات هذه الشبكة داخلياً وخارجياً